يا جماعة فيديو لانشون المصانع جوه البيت وصل بسلامة الله. تعالوا نعمل مع بعض لانشون المصانع بكل الأسرار، طري وناعم ومكبوس كويس قوي، ألوان طبيعية، وكل ده بمكون سحري. المكون بتاعنا النهاردة رغيف العيش البلدي اللي بالردة. ليه؟ الردة أولا هتنفش وتزود لي مقدار كمية اللانشون سواء الفراخ أو اللحمة. تاني حاجة العيش هيديني تماسك ويخلي اللانشون طري جدا مهما قعد عندك في التلاجة او في الفريزر. اولا كوباية مية وهحط فيها التوابل دي كلها، كده كده هكتبها لك في صندوق الوصف تحت. عندي معلقتين صغيرين مرقة فورية بودر بجيبها من عند العطار، بصل بودر وتوم بودر وكمان حبهان بودر وبابريكا قليلة وفلفل اسود قليل، ده مع لانشون الفراخ. بعد كده بحط جنزبيل بودر، وتعالي بقى حطي لي معلقه صغيره بيكنج بودر. كل ده بدوبه في الميه في كوبايه الميه، وبعد كده ادي رغيف العيش البلدي من الفرن بقطعه في كوبايه الميه اللي دوبت فيها التوابل بالشكل ده، واركنه شويه لغايه ما يتشرب الميه بالتوابل ويدبل ويبقى عامل معايا كده زي العجينه. اتفرجي لي بقى على المحسن الطبيعي رغيف العيش. اي مصنعات في الدنيا استخدمي فيها رغيف العيش البلدي واتفرجي على الطراوه وعلى التماسك، وقد ايه سواء كفته سواء برجر سواء اللانشون بالذات طريه ومتماسكه وبيضاعف الكميه. وكمان حاجه اقتصاديه جدا موجوده في البيت، عيش رغيف عيش بلدي حتى لو بايت عندك مش لازم يبقى طازه خالص يعني. على بقى ما يشرب كوبايه الميه اللي حطينا فيها التوابل كلها، بقطع كده حوالي 350 جرام صدور فراخ، صدرين بس مش اكتر من كده، حتى لو هتعملي ربع كيلو. بعد كده جبت العيش بعد ما اتخمر بالشكل ده، حطيت عليه معلقتين صغيرين ملح، وده كده بيظبط لي طعم اللانشون جدا. ما تحطيش الملح في الاول خالص علشان ما يفسدش عمل البيكنج باودر. بعد كده بجيب مكعبات تلج، قالب المكعبات بتاعك بحطه على العيش وافرم كل ده لوحده الاول من غير الفراخ. لازم افرمه الاول، اخلي رغيف العيش اتطحن بقى سايل خالص مع التوابل، وكمان الخليط ده لازم يكون ساقع جدا قبل ما انزل الفراخ عليه. كل ما الخليط كان ساقع اداكي فرم ناعم جدا. بعد كده بنزل بالفراخ. تقدري تعملي كل ده في الخلاط على فكرة، برضو تضربي رغيف العيش مع التوابل بكوباية المية الاول في الخلاط، وبعدين انزلي عليهم بالفراخ. بعد كده عندي فنجان قهوة ملو، فنجان قهوة زيت للفراخ واللحمه مع بعض. بضرب الاول بشغل اسمها ايه، كبه كبه لغايه ما الخليط ينعم معايا، وبعدين انزل بالزيت سرسوب كده، يا دوبك ملو فنجان قهوه بس زيت، ينعم لي الخليط اكتر واكتر ويخليه متماسك اكتر واكتر. العيش ولا طعمه بيبان ولا ملمسه ولا اي حاجه، بس هتلاقي الكميه نفشت معاكي. وطبعا الرده صحيه جدا جدا. رغيف العيش البلدي بتاعنا من اصح انواع العيش اللي ممكن تاكليها انت وولادك، وفي نفس الوقت اقتصادي. شايفين القوام متماسك وعامل ازاي، نفش معانا ازاي. كمان البيكنج باودر اللي موجود بيخلي اللانشون هش وطري جدا زي بتاع المصانع بالظبط يا جماعه. وده السر اللي انا فضلت بقالي شهر بعمل تجارب قد كده عليه، زي ما عملت لكم قبل كده كفته الحاتي برغيف العيش وطلعت ناجحه من اول مره. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على اللانشون النهارده يا جماعه. شايفين التماسك. بعد كده بجيب اكياس حراريه اللي هي بتاعه الفرن علشان التسويه تبقى صحيه 100%. البديل بتاعها الاسترتش الغذائي العادي، بس لو عندك الاكياس الحراريه دي اكياس تسويه الفراخ واللحمه جوه الفرن هتكون صحيه اكتر وامنه اكتر بكتير يعني. بجيب الكيس الواحد بفتحه كده بالشكل ده، وبعدين اديله مسحه زيت صغيره قوي بالمنديل. ما تزوديش الزيت عشان خلطه اللانشون ما تقعدش تتزحلق منك، كده مسحه بسيطه. والكميه اللي انا عملتها دي عملت لي كوزين لانشون مدملكين مقلبزين عسل، حاجه كده مثلا يوزنوا لك يمكن داخلين على كيلو والله بسم الله ما شاء الله. بصي ده كده نص الخلطه، واروح كده مقفله عليه بالكيس. خلي بالك الاكياس الحراريه ما بتتربطش من الجناب، لو جيتي تربطيها هتتقطع منك، غير الاسترتش بيتربط عادي، دي بتبقى ايه ناشفه شويه غير الاسترتش. فبلف الاول كده وبعدين اروح كده برمى عكس بعض، وبعد كده الفويل اللي هو بقى اللي بيمسك لي كوز اللانشون كويس. بصوا شايفين الكوز مدملك وعامل ازاي، ولا اجدع شركات ولا اجدع مصنع، احنا هنقفل عليهم خلاص يا جماعه. بعد كده هاتي الفويل وجمدي كده شويه وبعدين لفي بالفويل. بصي الفويل
هو اللي بيمسك اللانشون كويس. الكيس الحراري ناشف شويه عن الاسترتش، بس هو اصح بصراحه يا جماعه. انا في الفيديو ده عايزه اعمل لكم كل حاجه صحيه وامنه 100%. يلا نعمل اللحمه. هنزود بهارات لحمه، وهنزود الفلفل الاسود، وهنزود البابريكا علشان اللحمه شويه بتبقى قاسيه، فمحتاجه حاجه تغطي شويه، يعني محتاجه بابريكا اكتر. وفي نفس الوقت انا مش هحط لون غذائي ولا اي الوان صناعيه. نفس التوابل برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف، بدوبها في الميه ما عدا الملح. والبابريكا الزياده مدياني اللون المحمر الجميل ده، مع اللحمه بقى يديك اللانشون الوردي الجميل زي الجاهز ويمكن احلى كمان. برضو رغيف العيش، اللحمه المفرومه برضو حوالي 350 جرام، يعني ازيد حاجه بسيطه من ربع كيلو. بحط برضو رغيف العيش كده في الميه، وبرضو افضل اقلب فيه واركنه شويه لغايه ما يتشرب كوبايه الميه بالتوابل ويبقى عامل كده زي العجينه. نفس الخطوات بعد كده. بعد ما بصوا اتشرب اهو، اروح حاطه معلقتين صغيرين ملح وبرده مقلباهم كويس قوي. وبعد كده اجيب التلج، برده قالب تلج احطه عليهم بالشكل ده، ويلا بينا على طول على المفرمه او الخلاط. بنزل بيهم كده كلهم وافرمهم الاول قبل ما اجيب اللحمه المفرومه. برضو بعمل كده سوايل، حاجه سايله كده اللي هي تخلي لي اللحمه المفرومه تدوب معانا. هزود بابريكا علشان تديني لون طبيعي للانشون اللحمه، وداعا للالوان الصناعيه، وداعا لاي حاجه صناعيه يا جماعه في الفيديو ده. بصوا اللون ده بقى مع اللحمه يديك اللون الوردي الجميل بتاع اللانشون الجاهز بالظبط. ما شاء الله. تعالوا بقى نجيب اللحمه، وبرده هنجيب ملو فنجان قهوه زيت، برضو هحطه على الخليط. هضرب اللحمة مع الكمية دي، وبعد كده اروح نازلة بالزيت برضو سرسوب. لو هتعملي ده في الخلاط برضو انزلي بالزيت سرسوب كده من الغطا بتاع الخلاط بالشكل ده. بس يا ستي وشكرا. احلى لانشون لحمة، لون وملمس وقوام ولا كلمة. هتدعولي، ما تنسوش يا جماعة تدعولي دعوة من القلب. الله يكرمكم. انا تعبت جدا تجارب على ما وصلت للمقادير والتوابل المظبوطة اللي مدياكي ريحة وطعم وملمس اللانشون الجاهز بالظبط. هنا الاضاءة كانت ظلماه، هو كان لونه وردي كده جميل، بس الاضاءة اهو بصوا حتى بيبان اهو، لما بغير مكان الاضاءة بيبان لونه الحقيقي. بصوا شايفين اللون، شايفين القوام ناعم خالص ازاي. افرمي مرة واتنين وتلاتة برضو في الاكياس الحرارية، وبرده في ورق الفويل. ويلا بينا بقى ميه بتغلي. بصوا عملت من الكميه قد ايه، يعني 350 جرام فراخ، عملت كوزين من اللانشون اللي انتوا شايفينه، 350 من اللحمه المفرومه، عملت كوزين من اللي انتوا شايفينهم دول. لو وزنتوا الاتنين وزنهم يمكن كيلو ويمكن معدي الكيلو كمان. دلوقتي بقى احطها في ميه بتغلي، ولازم الميه تكون بتغلي اول ما انزل كده باللانشون. هسيبه لمده ساعه على درجه حراره متوسطه، الميه تكون بتغلي. بعد الساعة اطلعه كده من المية واسيبه ساعتين في المطبخ يبرد تماما، وبعدين ابيته في التلاجة بقى لتاني يوم. وحانت اللحظة الحاسمة، يلا نفتح على اللانشون تاني يوم بعد ما بات في التلاجة، ونشوف بقى اخبار عمايل ايدينا ايه. استرها معانا يا رب. تعالوا بقى نفتح كده ونشوف. بسم الله ما شاء الله. بصي الجمال. دي كده الفراخ يا جماعة عالرايق، حاجة كده 13 خالص ما شاء الله. بصوا النعومية، شايفين كوز لانشون الفراخ عامل ازاي، ولا اجدع شركات. شايفين الجمال، ومتماسك وجميل وناعم اهم حاجة، ولونه حلو قوي، لونه يفتح النفس بجد. بسم الله ما شاء الله عليه. دي كده الاتنين بتوع الفراخ من ايه، من 350 صدرين 2 فراخ، ورغيف العيش اللي شوفوا عمل لك كمية ازاي. طب تعالوا نفتح على اللحمة. شايفين اللون، الله على اللون، لون طبيعي جدا، لون وردي بسيط. لو واخد اللون الاحمر الزاعق، وبصوا الفلفل الاسود باين قوي في لانشون اللحمه ازاي. في لانشون اللحمه حطينا بهارات فراخ زياده، بهارات لحمه زياده، وحطينا بابريكا، وحطينا فلفل اسود ده زياده عن لانشون الفراخ. البهارات كلها هكتبها لكم بالتفصيل عشان تمشوا عليها بالظبط. شغلي الفيديو وانت واقفه في المطبخ، امشي مع الخطوات بالظبط، يطلع لك اجمل لانشون ممكن تعمليه في حياتك. الله اكبر، عن ثقه يا جماعه وامانه ربنا يحاسبنا عليها.
اعملي بقى كمية وشيليها في الفريزر، وطلعي كوز اللانشون من الفريزر يفك، تفضلي تستخدميه لما يخلص تبقي تطلعي غيره. شايفين طري ازاي؟ بصي، عمرك شفتي لانشون بيتي طري بالشكل ده؟ سيبك بقى من كل الوصفات الفاشلة، كل الوصفات اللي عمالة تهدر منك فلوس وتهدر ماتيريال تترمي بعد كده، والولاد ما بيحبوش ما بياكلوش الحاجة اللي طعمها زي مش زي بتاعت بره. احنا النهارده عاملين لانشون زي بتاع بره بالظبط. اللي لسه ما اشتركش في القناة، امانة بقى عليكم عشان تعبي ومجهودي ده، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد يا جماعة. شايفين كمان لانشون اللحمة بتقطع بمنتهى السهولة ازاي؟ شايفين قطعة اللانشون طرية خالص ازاي؟ هو ده اللي مطلوب. اعملي بقى احلى سندوتشات وعيشي بقى، ولا تعملي ميزانية خاصة عشان اللانشون والسندوتشات كل يوم، لا اعملي لك كمية لانشون كده واحفظيها في الفريزر، وكل يوم تطلعي على قد الاستخدام بس، وعيشي بقى وفرحي ولادك، واعملي لهم حاجة نظيفة وحاجة آمنة جدا وفي نفس الوقت اقتصادية.